معايا. في 2004 كلنا كنا عايشين حلم تنظيم كأس العالم 2010. مصر لم تحصل على صوت وبعد ما خدنا صفر ما قررناهاش وفضل الحلم حلم. بس بعد الخبر اللي كلنا سمعناه ان مصر هتقدم عرض لتنظيم كأس العالم في 2030، تفتكروا ممكن نعملها بجد المرة دي؟ اللي راح روسيا السنة دي وشاف البلد عاملة ايه ممكن يتقدم السؤال ويقول على كأس العالم حلم، بس اللي بيدعبس في التفاصيل هيلاقي ان روسيا قدمت للفيفا وعود مش حقائق. واول ما الملف بتاعها اتقبل ابتدت تبني البلد من جديد في 8 سنين بميزانية اكتر من 14 مليار دولار، يعني اغلى ميزانيه اتصرفت على كاس العالم لحد النهارده. فتلاقوا انه بنى مطار كامل في مدينه من 11 اللي استضافوا المباريات، وزود عدد محطات المترو، وبنى محطه قطر جديده، والطرق بقت احسن بكتير. طب استفاد حاجه؟ هو اي نعم علماء الاقتصاد مش متفائلين بكاس العالم كحل مشكله للتضخم، بس هو استفاد طبعا. هو وفر اكتر من 200,000 فرصه عمل جديده، والطلب على عملته المحليه زاد، وبالتالي ممكن ده يحسن موقفها قصاد الدولار. آراء الناس عن روسيا نفسها اختلفت 180 درجة. يعني أنا مثلا راجعة من روسيا ورغم إن قضيت فيها وقت قصير جدا، بس بقيت عارفة إن فيها مدن زي موسكو وسان بيترسبرج ويكاترينبرج ولازم هزورهم تاني في يوم من الأيام. ده غير إن في مدينة في روسيا اسمها سوتشي محدش كان يعرف عنها حاجة يزورها أكتر من 2 مليون شخص، وده رقم ما حصلش قبل كده، يعني سياحة من أول وجديد. تخيل بس إنك كبلد مستضيف لحدث بضخامة كأس العالم، مطعمك هتشتغل إزاي، ولغتك هتتسمع قد إيه، والحكاوي اللي هتتقال عنك في النص هتوصلك لكام حد لسه ما فكرش يزورك. ايه رأيك الكرسي الكبير اللي انت قاعده عليه ده؟ ده غير مبيعات الشوبينج والهدايا وتحف وسوفينيرز لكام جنسية وبكام. والله أنا انشكحت. ومش معنى كده إن 2030 سهلة، يعني بالعكس ده فيها حاجتين صعبين قوي. أول حاجة إن شروط الفيفا زادت، يعني مثلا عدد الفرق اللي هتلعب في كأس العالم من أول 2026 هتبقى 48 فرقة بعد ما كانوا 32 فرقة بس. فده طبعا هيأثر على شروط الملاعب مثلا، سواء عددها أو إنها تستوعب ناس أكتر، والمطارات لازم تكون أضخم والتعامل فيها أسهل. أنا نازلة منجم تقريبا. والفنادق والطرق وملفات حقوق الإنسان وليلة، يعني دي أمريكا بجلالة قدرها داخلة شركة مع المكسيك وكندا في 2026. طب إيه تاني حاجة؟ إن 2030 هتبقى المئوية لكأس العالم، وزي ما أوروجواي كانت أول بلد مستضيفة لكأس العالم 1930 فقررت تقدم طلب استضافة المئوية في بلدها بالاشتراك مع بلدين كمان في 2030. إحنا بنسافر وبنحب السفر وشوفنا بلاد كتير، لا وشايفين إن مصر تستاهل إن العالم كله يجي يشوفها، فمضطرين نقول لكم إن حلم كأس العالم ممكن، بس لو اشتغلنا عليه صح. قولوا لنا رأيكم في الكومنتس، ممكن نشتغل عليه صح إزاي. ودعموا مصر على هاشتاج كأس العالم 2030 مصري علشان مصر بجد تستاهل. وكله رايح يا عم دياب. احساسك ايه يا يارا؟ يعني أنت شايف إيه يعني؟ الأول الإحساس وحش قوي. إحساس إن إحنا نرجع الشتاء ده مش حلو معايا. انت لابسه ايه يا يارا؟ الزبالة.